مباشرة وبالفيديو. المدرب وليد الركراكي وعبد الرزاق حمد الله يفرحان ويفاجئان المغاربة قبل قليل بهذا القرار الغير متوقع. أعلن المدرب الجديد وليد الركراكي قبل قليل في تصريح عاجل عن خبر وقرار غير متوقع بخصوص اللاعب عبد الرزاق حمد الله. هذا ما أفرح المغاربة، وإليكم باقي التفاصيل. كما يعرف الجميع فإن عبد الرزاق حمد الله لاعب مهم للمنتخب ولا يقل أهمية عن أشرف حكيمي وزياش، وغيابه عن تشكيلة المنتخب قد يؤثر بشكل كبير على أداء المنتخب المغربي، خصوصا مع اقتراب موعد مونديال 2022 المقام في دولة قطر. في ظل استمرار غياب حمد الله طرحت العديد من التساؤلات حول السبب الحقيقي وراء عدم دعوته لصفوف المنتخب المغربي من قبل المدرب وليد الركراكي. هذا ما أغضب الجماهير المغربية، وطالبوا عبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة استدعائه لتشكيلة المنتخب المغربي التي سيشارك بها في كأس العالم 2022. وفي ظل مطالب الجماهير المغربية باستدعاء حمد الله، خرج المدرب الجديد وليد الركراكي قبل قليل في تصريح صحفي يعلن عن قرار مفرح وغير متوقع بخصوص حمد الله، حيث وحسب بعض المنابر الإعلامية فإن الركراكي أعلنوا بشكل رسمي استدعاء اللاعب عبد الرزاق حمد الله للمشاركة في التدريبات القبيلة للمونديال. وأكد الركراكي أن عبد الرزاق حمد الله سيكون ضمن تشكيلة المنتخب الأساسية للمونديال، وهذا ما أفرح الجماهير المغربية، وشكروا الركراكي على الاستجابة لمطالبهم.